يا الله، السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. شغلتين عندنا بهذا الفيديو. الشغلة الأولى طلبتوا فيديو عن هذا الطير اللي ما يشوف أو الطفرة. صار فترة احنا ما منزلين، أنا قصدت ما أنزل حتى يكون عندك التغيير واضح. التغيير وين صار؟ انتبه انت عليه وشوفه. شوف اللون الأبيض شلون زاد بيه، يعني شوف النسبة تقريبا زادت 10% عن القديم، أو أكثر من 10 15% زاد عن اللون القديم اللي كان بيه. يعني معناته هنا شنو هو؟ طيور الطفرة كل ما يمر عليها الوقت، طبعا اليوم هو وكح، طيور الطفرة كل ما يمر عليها الوقت كل ما يزيد اللون مالتها. بس شنو الطيور الطفرة اللي يزيد اللون مالتها؟ شرط من الشروط لازم يكون المنقار أبيض رجلين بيضة، هذا طفرة حقيقية. وكل ما يعبر عليه وقت كل ما راح يزيد الريش الأبيض بي. أما إذا كان منقاره أسود ورجله سوداء وبي نقشات بيض، لا، هنا الموضوع بالعكس، راح يقل البياض ويرجع اللون الطبيعي مالته، لان هذاك معظم الحالات تكون نقص تغذية او نقص كيلس عنده. شرط بس هم ركز لي بهذا الموضوع، العواشر والذيل. العواشر والذيل اذا كان لونهن ابيض هذا لا، نقص كيلس او فد مشكله بالتغذيه عنده، او كان مريض فد فتره من الفترات، او ريش انهلس فد فتره من الفترات فتتحول الى اللون الابيض. اما اذا لا كانت الضربات براسه بيض بظهره بيض، لا، هذا طفره وراثيه يكون، حتى لو كان المنقار مالته اسود، بس طفره عاديه احنا نقول خفيفه جدا. هاي شغله اللخ. قلتوا لي انه هذا طبعا اكو فت السالفه، يعني اكو بعض طبعا دا يطير ما دا يستقر، لانه قلت لكم تاركه فتره فتوحش الطير، وهو هذا انا اللي اريده بالبلابل دائما. يعني هذا كل ما يتوحش كل ما يعطيك نشاط اقوى، وكل ما تكون الوقايه مالته اعلى. كل ما صار الطير اليف كلش كل ما ضعفت المناعه، وكل ما التغريد ايضا يقل مالته. عموما فاكو سالفه بالتشخيص دائما، كل ما شافوا لهم طير مريض، بلبل مريض، كناري مريض، راسا قال له نيوكاسل نيوكاسل نيوكاسل. انت تعرف شنو نيوكاسل؟ نيوكاسل ترى مرض فيروسي وما يطيب من عند الطير، والمده مالته امطار. شوف شلون صار يلاهث قد ما كل شيء يطير. عموما والنيوكاسل الحضانه مال المرض داخل الطائر من 24 ساعه الى 48 ساعه ويموت الطير، لان ما له علاج، لانه مرض فيروسي. العلاج الوحيد مالته هو شنو؟ اللقاح منهن وصغار. وبصوره عامه ما يضرب العصافير الصغيره، دائما يضرب طيور الحمام ويضرب الدجاج. فابتعدوا عن هذا الموضوع، انه كل طير شفته يعوج براسي قلت هذا نيوكاسل. هذا الطير اللي قدامكم قبل يمكن 3 شهور نزلته اني وقلتوا من اول يوم نيوكاسل. هذا الطير هسه قدامكم وكل شيء ما بيه. عوجان الراس ليش؟ انت اليوم عبالك العين بس انه وظيفتها يباوع بيها، لا، العين وظيفتها التوازن ايضا للراس وللجسم. لذلك هو اي مخلوق هسه، مو بس الطيور، اي مخلوق من ينصاب انه يصير ما يشوف يقوم يعوج براسه، لانه فقد التوازن، مو فقد البصر بس. هاي انتهينا من عندها. شغله اخيره ومهمه، وهي اللي معود طيوره برا البيت لا تدخلهن هسه للبيت، لان هاي الموجه مال البرد اللي جتي. ليش؟ ترى الطيور قويه عندك ومتاقلمه على البروده، من راح تجي تطبوهن للبيت ودفوا وكان بجو بارد راح تنضرب الطيور عندك وتتمرض. اللي معود طيوره جوا البيت لا يطلعهن برا، وهكذا. اهم شيء تخلي طيورك بالجو. خطيه تعب وانا هم تعبت. اهم شيء تخلي طيورك بالجو اللي متعلمات عليه. انا قبل قلت لكم وهسه، مشكلة الطيور تتمرض مو بسبب برودة الجو، مشكلتها بتغير الجو. اليوم الطير عندك سيستم ثابت على جو بارد، بقيه بجو بارد. باقي برا البيت عوفه برا البيت. متعلم على جو دافي بداخل البيت، عوفه بداخل البيت، ولا تطلعه برا حتى لا يصير تغيير الجو وينضرب الطير عندكم. وتحياتنا. شوف انتبه لي على هذا الحمار اللي صاير فوق العين، خل اعطيكم فوكس شوية، بدا يصير تركيز. شوف حواجب الحمر، لانه على خلطة السوبر فقط شلون قامت تطلع على حواجب حمر. انتبه، ما شاء الله. حتى الصفار بدا يتغير هسه بالجديد، لان ضفنا مواد جديدة لخلطة السوبر ديلوكس بدا شوية يطوخ، مو مثل قبل. تحياتنا.